مساء الفل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. هنتكلم النهارده عن حته كده غلسه في الجرامر، كل الطلبه ما بيحبوهاش وعامله لهم رعب 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 كبير قوي. المبني للمجهول اللي هو الباسيف، اللي هو انا مش عارفه مين الفاعل اصلا، يعني حاجه كده بتحصل ومش عارفه مين اللي عامل العمله دي. علشان اتكلم النهارده عن الباسيف اللي هو المبني للمجهول، انا لازم اكون عارفه 3 حاجات. اول حاجه اعرف تكوينه، يعني بيتكون من ايه، كمان اعرف انا ليه بستخدمه، مش غلاسة هي. وبعدين ابتدي اخد ازمنة مختلفة واجرب عليها الباسيف بيبقى عامل ازاي. نبتدي كده نشوف مع بعض. اول حاجة تكوينه، والله تكوينه مفيش اسهل من كده. الفيرب تو بي زي التصريف الثالث بتاعي. الفيرب تو بي زائد الباست بارتيسيبل. لازم عشان اعرف احل جملة باسيف كويس قوي اكون عارفة اصلا الفيرب تو بي في البريزنت في الباست عامل ازاي، وكمان اكون عارفة التصريف الثالث من اي فعل. اوكي، حلو قوي. تاني حاجة لازم اكون عارفاها كويس قوي وانا بحاول الجملة بتاعتي الباسيف، انا ليه اصلا بستخدمه. انا بستخدمه لما يكون الفاعل بتاعي مش موجود، مجهول، انا مش عارفة مين اللي عمل كده. ماما تدخل تفتح التلاجة تبص كده ما تلاقيش الجبنة، تقوم جاية قايلة مين المجرم اللي كل الجبنة، فين الجبنة اللي كانت في التلاجة. طبعا كل واحد مش بيقول مين اللي عمل العملة السودة دي، فهنا خلاص الجملة بتاعتي لازم تكون في الباسيف، مش عارفين مين اللي كل الجبنة. تاني حاجة كمان انا بستخدم الباسيف علشانها لما يكون الفعل بتاعي مش مهم، يعني مش لازم اقوله. يعني جيت البيت ولقيت بيتزا، خلاص كلي بقى وانت ساكته، مش لازم تعرفي مين، ما اكيد بتاع الدليفري اللي جابها. دخلت لقيت وصل النور محطوط، يعني اكيد اوتوماتيك بتاع محصل الكهرباء اللي جابها. المهم ان الفاعل بتاعي مش مهم قوي. تالت حاجة انا بستخدم فيها الباسيف علشان انوع الجملة بتاعتي، تبقى يعني مش لازم اعترف كده في كل جملة واقول مين اللي عمل الحاجة دي. زي مثلا كده اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، يعني مش عارفين لحد حالا مين الحلواني ولا مين اللي اصلا عمل العملة دي. يبقى دي الاستخدامات بتاعتي بتاعت الباسيف. ابتدي بقى اخد ايه مثال على كل زمن. انا كنت محضره في الفيديو ده 3 ازمنه، اللي هو البريزنت سيمبل وبريزنت كونتينوس والباست. الفيديو مش هيبقى صعب في التحميل، فهتكلم بس النهارده عن البريزنت سيمبل. طبعا كلنا عارفين العلاقه اللطيفه اللي ما بين توم وجيري دايما في كل الكرتون من زمان. مش عارفه ليه دايما الفار بيضرب القط. هنبتدي نستغل علاقتهم اللطيفه دي ببعض في مثال عندنا ان توم كيكس جيري، على طول هري وضرب. انا عايزه احول الجمله دي واخليها في الباسيف. اول حاجه هعملها انا لازم اشيل الفاعل بتاعي، خلاص اوكي، واجيب بداله المفعول. يعني اقول جيري، يعني من الاخر عايزه اقول الواد جيري اتضرب، جيري اتضرب يا جماعه، جيري اتعلم عليه، فاحط جيري في اول الجمله. وبعدين احط بقى الباسيف بتاعي تكوينه اللي هو ايه، كنا لسه قايلين فيرب تو بي زائد التصريف الثالث. كويس قوي. اجيب بقى هو بص للفعل بتاعي اللي هو كيكس. انت في زمن ايه يا معلم؟ انا في زمن البريزنت سيمبل. اوكي طيب انا عايزه التصريف الثالث من كيك اللي هي كيكد، هبتدي اكتبها. يا ترى بقى جيري في زمن البريزنت سيمبل بياخد ايه في الفيرب تو بي، ام ولا از ولا ار؟ طبعا بياخد از. هتبقى جيري از كيكد، جيري اتضرب يا جماعه، جيري اتضرب. اوكي، يبقى انا هنا حطيت المفعول في اول الجمله، وجبت الفيرب تو بي بتاعي في نفس زمن الفعل، وكمان جبت التصريف الثالث من الفعل. انا مش لازم احفظ شكل معين للباسيف، يعني مش في كل زمن هحفظ الفورمه بتاعتها، لا انا ببقى عارفه ان الفيرب تو بي بتاعي في نفس زمن الفعل واجيب التصريف الثالث وخلاص. لو مشيتها كده مع اي زمن، انا عندي 12 زمن، هبتدي ان شاء الله هنزل فيديو تاني ان شاء الله ببقيه الازمنه، بس عشان الباسيف كبير شويه مش هينفع ينزل مره واحده. النهارده اتكلمت عن البريزنت سيمبل وازاي انا بحوله لباسيف. عايزه بقى التفاعل بتاعكم معايا. الهاشتاج بتاعنا الشبشب مش اسلوب حياه. انا والله كنت محضره البريزنت كونتينوس كمان والباست سيمبل، بس هنخليها ان شاء الله للفيديو الجاي. لايك بقى وشير وكومنتس ودلعوني، وكل سنه وانتم طيبين. واللي عايز حاجه او قاعده معينه وحابب ان انا اشرحها له، يا ريت يقولي في الكومنتس بتاعتها. باي باي.